ملك المغرب في خطابه الأخير بمناسبة العرش يقول: أنا مستعد باش نمد بيدي للجزائريين. يعني ما تحليلكم؟ والله تحليل بعد تراجع سيد الرئيس بعد الضغوط الجزائرية. ما تفاصيل بالنسبة لنا احنا ما كانش فيه استجابة للمشكل الظرفي الحالي اللي عايشينه فيه. دبلوماسي مغربي صرح بأمور خطيرة جدا، سحبنا على أساسها السفير تاعنا من الرباط وقلنا نمشوا إلى أبعد، ما جاناش الجواب. اللي هو سفير المغرب في الأمم المتحدة. ما نعلقش أكثر من هادشي. هما خلقوها شغل نوع من التوازن. التوازن تاعش توازن في القضية زعما الصحراء الغربية. الصحراء الغربية قلناها، موجة نقولها، قولها كاع الناس تقول فيها، بما فيها الولايات المتحدة. قضية الصحراء الغربية راها بين يدين الأمم المتحدة في لجنة تصفية الاستعمار. احنا نصوم دي زوبسيرفاتور نزهة فقط. يمكن نعاونوهم باش يحلوا المشكل، وحنا مستعدين حتى إذا كان فيه لقاء بيناتهم هنا في الجزائر مرحبا بهم، ونديروا كل الإمكانيات تاع الجزائر باش المشكل هذا يتحل بيناتهم، ولكن برضا الجميع. خرجت أنا على صحراء قرار اللي خاصهم هما يحلوا مشاكلهم في بعضهم بعض. الجارة الغربية والجارة الشرقية الرئيس. وبشأن العلاقات مع المملكة المغربية أكد الرئيس الجزائري عدم وجود مشكلات بين بلاده والمغرب، وقال إن قضية الصحراء يجب أن تبقى في أروقة الأمم المتحدة، وإن رؤية الجزائر مبدئية باعتبارها مسألة تصفية استعمار. قضية الصحراء قضية تصفية استعمار، وهذه حتى المرحوم الحسن الثاني رحمه الله كان متفق عليها أيام ما جاهنا مع الملك فهد رحمه الله هو ثاني والشادلي رئيس الجمهورية رحمه الله، وتلاقاو في باب العسا واتفقوا على أساس أن القضية تقعد في الأمم المتحدة وخلاص والعلاقات ترجع أخوية. وهكاك اللي صار من 89 بالتقريب حتى 94. قضية الصحراء قضية تصفية استعمار، راها في الأمم المتحدة في باب تصفية الاستعمار. واش هو المشكل؟ احنا ما عندناش مشكل مع المغرب الشقيق. يتساءل العديد من الناس عن العلاقات بين المغرب والجزائر، وهي علاقات مستقرة تتطلع لأن تكون أفضل. وفي هذا الصدد نؤكد مرة أخرى لإخواننا الجزائريين قيادة وشعبا أن المغرب لن يكون أبدا مصدر أي شر أو سوء، وكذا الأهمية البالغة التي نوليها لروابط المحبة والصداقة والتبادل والتواصل بين شعبينا. ونسأل الله تعالى أن تعود الأمور إلى طبيعتها، ويتم فتح الحدود بين بلدينا وشعبينا الجارين الشقيقين. شعبي العزيز، نغتنم هذه المناسبة لنوجه تحية إشادة وتقدير لكل مكونات قواتنا المسلحة الملكية والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية على تجندها الدائم تحت قيادتنا للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره. كما ندعو الله تعالى بالرحمة والمغفرة والرضوان لشهداء المغرب الأبرار، وفي مقدمتهم جدنا ووالدنا المنعمان جلالة الملكين محمد الخامس والحسن الثاني أكرم الله مثواهما. ومسك الختام قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.